نویسکار خودیە نامەیەکە مرۆڤی، شارستانی، ڕامانگێری و پەروەردەییە. نامەیاوی کار لەسەر ئاواکردنا مرۆڤێکی شارستانی دکا تا کار بەخوا و جڤاک و مڵەتێ خوا پێش بخا. نویسکار دلگەش مەرعێ di sala 1953 da li gundê Alaqosê navçeya Aliyan li dêrika Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya seretayî li gund qedandiye û ya amadeyî û navîn li bajarên Qamişlo û Dêrikê û xwendina bilind li zanîngeha Şamê lê ji ber sedemna taybet berdewam nekir. Di sala 1989 da yekem gotara xwe nivîsî. كتابات كتبت الشمس متخوني يعني وخاص حش فكري فلسفي قال يذكر يعني او كتاب بيجو خاص فكري بقى قال لك شروع دركزان وبالتالي طبعا نتيجة الناس زي دم كتاب قال لك عندنا ام ربوني ساندنكر بنوت وهشتادا كوترا عولي من الفيسي وجيني بدريس حتى انها نویسکار دلگەش مەرعێ دەردۆرا 3 ساڵی مامۆستەتی کردیە و پشتی 25 ساڵان ژنوو بە فەرمی بوو فەرمانبەر ji ber ku rejêma Sûriyê ew bi metirsî li ser ewlehiya dewletê tometbar dikir û ji ber çalakiyên xwe yên rewşenbîrî û helwestên netewî çendîn car rastî girtin û êşkenceyê ji aliyê şaxên ewlehiyên rejêmê ve hatiye. Derbarî sedemên paşketina civakê Merعێ wiha dibêje. كتابي كرد بهتر اعتماد صار شيء وصفاتيش ضربة مستورد كرن جبر تبني ما فكري فلسفي نبو وأسبابي تخلفها ما فكري يعني ايه روشن بير يعني شو ويج بي شان بي شو مجالي دبي وظيفة كبيرة يعني أنا أم كرد أسبابي ما نلت لي خلقي فكري ما نرى الصدق وبيق يمي وطني وبيق يمي إنسانينا يعني كيمن طبعا هذه بكل يعني تشهن هنا بس أسبابي تخلفها ما بيبقى عربي بنيوي يعني بنقهامة يا فكري أكشو كلتور وشان دويج ورامان سر أساسا كي نراسو نسري ماتيا باك تا niha du pirtûkên nivîskar Dilgeş Merعێ hatine çapkirin û çendîn gotar di govar û rojnameyên partiyên Kurdî de û malperên elektronî de belav kirine. Serbarî pêşkêşkirina hejmarek semînarên rewşenbîrî li deverên cuda cuda. كتابك من الشعري هيا بنادي أحزان من أحزان وطني يعني وكتابة أرسل السبدات بزمانية عربية أو كتابة معنا يعني كتابة السيالية شغلهم هي فلاسنوي كتابة شغلي يعني أو أرسل السبدات إنه أسبابي تباين مستوياتي حداري شما ملطن أزمانة غزو تكنيك حالة بدائي أنا هنا كوكما 50 مليون 50 مليون من الشيخ الكيد أنا أو ظاهر شكودتين طبعا أو موضوع محموم على جاكونو أسباب بالتفاصيل مدانين وأسبابي فروقاتي حداري وكتابة يعني كتابة فكرية نفساني طبعا قال جريدة دهات خاص جريدة كردي أحزابي كردي أكترية هذا دهات من لسان يعني بلدهم جريدة عربية ده أو يا شوية أبو نضال الشعب تقولني ده كنت قوتارك من دوية رجداني بالتالي مسر مواقعي كردي يعني موقعي جميع بري حولي عمودي بو بالتالي جميع كردان هولاتي ما بيت أجوار تعملكم ومحاضرات من قالك مال ديركي دا منتداك ما ثقافي هاول ديركي القركي لقي مال شلاغات دا جارم شونا قامشلو يعني محاضراتي ثقافي دا أمبيد مجال باش شغلين يعني منطقة لياجيم باش شغلين منتداك ما هو بنابي منتدى جرخوين عزو مخلي الكالو بوشن خور تقريبا أو منتدى الورد ماشاند Di dawiyê de jî Dilgeş Merعێ dibêje divê nivîskar û rewşenbîrên Kurd rola xwe bibînin û civaka xwe bi pêş bêxin. طبعا قال لك إنساني باش أنا كتابي باش أنا في أب كسي باش بقين هافدو كلتورة كانو شاند كانو وبشكل يعني بشيء نظام مناطق كرد يعني أمجي كلتورة نرى سندرس خلاص يعني بعض الصلاة بيقولوا المكيرة في أب غيران دن تشتكي كدينيا كردستان ولاتك هري زنقينة بلكي تعلم ده ولاتك كرو زنقينة وجغرافيك هري خوش ده بتشوف ما نلتالي يا خلكي سبب رئيسي بنيامين فكري وقيمي راسة دي وظيفة إنسانية وروشندير بيت شي راسك الزارو كده دس بي بكي دمالي دس بي بكي ورابطات شي بكي لساني كينو آفار بكي